كوميدي، ما تضحك يا محمود. حاضر. تضحك عليه يا محمود. يا نهار اسود ومهبب ومنيل على الفيلم يا ستي، بضحك على الفيلم. طب ما تضحكني معاك يا حبيبي. الصبر يا رب الصبر. حاضر يا ستي حاضر. وبعدين يا ستي ابوها اللي قدامك ده اهو، ابوها شافها مع الواد ده اهو، قام اتغاظ منه فراح وقال له: محمود. نعم. الكاتب بقى يا حبيبي. حاضر حاضر يا استاذ. محمود. نعم. كمل يا حبيبي. حاضر. بصي هناك، بصي. وبعدين لما شافها ابوها قاعده مع الواد ده اهو اتغاظ منه. اتغاظ منه ليه يا محمود؟ عشان مش عارف يتفرج على الفيلم، عشان مش عارف يسمع. حاضر. خلاص الفيلم يا محمود. لا يا ستي لسه. طب ساكت ليه يا حبيبي؟ احترت يا رب احترت. الناس عايزه تتفرج بقى، اسكتي بقى اسكتي. طب يا حبيبي هسكت اهو. ايوه كده. كمل انت بقى يا حبيبي. خبر اسود ومنيل. قوم. مالك بس يا حبيبي؟ متغاظ. ومتغاظ انت ليه يا حبيبي؟ هو انت ابوها؟ لا امال امها؟ لا عمتها؟ لا. امال متغاظ انت ليه يا حبيبي؟ يا ناس، حد يديني طوبه ولا زلطه ولا حاجه. واحنا مالنا ومالهم بس يا حبيبي؟ سيبك منهم يا محمود. حاضر سيبني منه. الصبر يا رب الصبر. احكي لي بقى يا محمود. يا نهار اسود. اوف انا في عرض النبي. مال الراجل ده يا محمود؟ الراجل ده متغاظ هيفرقع. ليه؟ هو ده ابوها محمود؟ لا يا ستي مش ابوها، ابوها هنا اهو على الشاشه اهو على الشاشه. انكتمي بقى انكتمي يا اهو. ايه ده يا خراشي؟ ايه ده؟ مالك بس يا حبيبي؟ مالي؟ مش عارف اسمع حاجه. طب قوم انقط لك في ودانك يا حبيبي. نقطيني انت بتكاتك بقى، انا في ارض دماغ ابوكي. حاضر. وبعد ما ابوها اتغاظ يا محمود؟ امري لله. حاضر. ام لما شافها اتغاظ. وبعدين؟ ام ايه؟ ام يا ستي. ايه؟ ام كمل يا محمود. اصل بس ايه؟ الراجل بس. وبعدين ابوها عمل ايه يا محمود؟ ابوها لما شافها يعني مش عاوز تسكت يعني. طيب يا دماغي انا يابا. الراجل المجنون ده ضربك ليه يا محمود؟ من تحت راسي. ايه ده؟ مش عارف يتنيل يتفرج. يا دماغي انا. معلش يا محمود. خلاص معلش يا ستي. تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي. كتر الف خيرك. وبعدين لما ابوها شافها محمود؟ خبر اسود ومنيل ومهبب، او مخبط دماغي في الحيط يا عالم. ليه بس؟ هي لسه بتوجعك يا محمود؟ يا ستي لا. طيب يا حبيبي بحسبها بتوجعك. وبعدين ابوها اتغاظ يا محمود. اعمل لها ايه دلوقتي؟ اضربها؟ خلاص بقى ابوها اتغاظ وبعدين ضربها. طيب يا حبيبي اضربها ازاي يا محمود؟ يا خل الرحمة بقى الرحمة. بقولك ضربها ازاي يا محمود؟ انا في عرض تمثال رمسيس. بقولك ضربها ازاي يا محمود؟ ياهو. اسكتها
اسكتها ازاي دي بس؟ اسكتها ازاي؟ ضربها ازاي يا حبيبي؟ ضربها كده اهو، راح رافع ايده كده اهو وبكل قوته راح خابطها بوكس مخرسم خلقتها كده اهو. يا وشي جسمي يا ساتر، اعمل ايه يا حضرات؟ من غيظي دمي فار، رحت خابطها بوكس مسحت لها مناخيرها. اعصابي ارتاحت ودماغي ارتاحت وقعدت ساكت اتفرج. مفيش 3 دقايق ونص وراحت طلعالي. وبعد ما ضربها بالبوكس يا محمود جود مورنينج، صباح الخير. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك. سيداتي وسادتي، كل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم وعلي الايام بخير. المسألة وما فيها ان انا صايم، ولما ابقى انا صايم تبقى حالتي غير طبيعية، يعني تبقى اعصابي تعبانة وضربيني طالعة وروحي في مناخيري، وعشان الداء الوحش ده بريح نفسي واريح الناس اللي معايا وانام. وكلمة انام دي بس بقولها كلام، لكن حقيقة ما بتحصلش. لسه قربها اهو، رجعت البيت مدروخ، لا قادر اتكلم ولا اتنفس، وعشان اوصل الشقة بقيت اطلع سلمة واستريح سلمتين، ويا دوبك وصلت باب الشقة وضربت الجرس، والست بتاعتي راحت مستقبلاني. محمود، اللهم اني صايم. نعم. انت جيت يا حبيبي؟ ايوه جيت. جيت امتى يا محمود؟ ما انا لسه داخل الشقة قدام عينيك اهو. يعني دلوقتي يا حبيبي؟ امال امبارح؟ اول امبارح؟ بعد بكرة؟ طبعا دلوقتي. طب الحمد لله بسلامة يا حبيبي. الله يسلمك. محمود. نعم. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة يا اختي. وبعود الايام يا محمود. وانت بخير يا ستي. السنة الجاية دي ما كفاية بقى خلاص. ايه ده؟ طيب يا حبيبي، اسمع ما اقولك يا محمود. بقى اسمعك ما اقولك. انا صايم ومدروخ وروحي في مناخيري وعفاريت الدنيا كلها بتلعب في وشي. انا هقوم انام لي شويه ومش عايز اسمع ولا كلمه ولا نفس. طيب يا حبيبي، يعني مش هتفطر يا محمود؟ هفطر طبعا، بس اما تبدا للمغرب. المغرب هتدي امتى يا حبيبي؟ يا نهار اسود. هتبدا للظهر. المغرب يا ستي طبعا. النهارده يعني يا محمود؟ يا نهار اسود. ايوه يا ستي النهارده، امال بكره؟ طيب يا حبيبي، لما انت بقى وتريح يا محمود. يريح قلبك يا اختي. وادي نومه، وعنها يا حضرات الافاضل دماغي من كتر الدوشه راحت في النوم ونمت. فضلت نايم لحد ما سمعت اللي بينادي ويقول محمود. ايه؟ مين؟ سحورك وصلي على النبي يا حبيبي. سحوري ازاي ده؟ انت ايه؟ ما صحتنيش ليه؟ مش عايز اقلقك من النوم يا محمود. تقومي تسيبيني لحد دلوقتي من غير فطار؟ طب ما تقوم تفطر يا حبيبي. طب ما يلا. تفطر ايه يا محمود؟ اللي موجود يا ستي، اي حاجه اللي على نفسك يا حبيبي. هطبخ لك ايه يا محمود؟ يا نهار اسود ومنيل، لو انت لسه ما طبختيش. حالا يا حبيبي، انا معمره البوابير. وانا لسه هستنى اديني الشمس باوام. هادي. ليه يا محمود؟ عايز اكل حاجه في دكان ولا في مطعم؟
طب استنى 5 عبال ما البس يا حبيبي. ليه؟ هنزل اكل معاك يا محمود. هنا القاهرة. ايوه دخلنا في المهم. أيها السادة، جاءنا الآن هذا النبأ الهام. اكتشف محررنا الأثري سيدة أثرية من ذوات ال7 أرواح، وجدت في حفريات هرم دهشور، وهي تدعى خيرية أحمد، وقد قبض على زوجها المدعو فؤاد المهندس، وهو يحاول أن يهرب منهم 4 أرواح من نوع العملة الصعبة خارج القطر. وإليكم صورة صوتية للحادث سجلها المحرر عبد المنعم مدبولي. مراتب 7 أرواح. مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير يا سيدي. ازاي صحة السيادة؟ صحة السيادة منيلة. باين يا فندم. وسيادتك بقى متضايق ليه؟ متضايق بس؟ ده أنا هطق يا أستاذ. هطق؟ ده أنا هفرقع يا أستاذ. هفرقع؟ ده أنا فرقعت خلاص يا أستاذ. فرقعت؟ ده أنا مت يا أستاذ. مت؟ ده أنا ما خلاص بقى، أنت هو في بعد الموت حاجة؟ طيب خلاص، بعد كده بقى عايز تبقى إيه؟ نعم؟ عايز إيه؟ نعم، والله أنا محرر ساعة لقلبك وعاوزك تتكرم تصحى بقى دلوقتي شوية وتقول لنا إيه حكايتك. بقى أنا يا حضرات الأفاضل ولا مؤاخذة إذا كنت بتكلم يعني متنرفز شوية، متعفرت شوية، فده لأني يا حضرات الأفاضل راجل زي كل الرجال، متجوز زي كل المتجوزين، بس اللي جت وقعتي فيها ست مش زي كل الستات. ست يا حضرات الأفاضل أجاركم الله، ست إلهي وأنت جاهي بحق دي اليوم المفترج ما تحكم بيها على عدو ولا حبيب. ست يا حضرات الأفاضل تقولوش متجوز راديو 29 لمبة ما بيبطلش كلام، تقولوش متجوز موتور كهرباء قوة 80 حصان ما بيبطلش قلبة مخ. ست من ساعة ما اخش البيت وانام واقوم من النوم ودي ما تبطلش اسئلة ابدا، قلبها عليا زيادة عن اللزوم، تفضل تقول لي مالك وما مالكش وجرى ايه وليه وامتى وكيف واين ولماذا وهذا وحيثما وكيفما وحينئذ وحينئذ دماغي تلف وقع قدامها على طول. تصوروا يا حضرات الأفاضل لخوفي من لتها وعجنها بقيت أحشي وداني قطن طبي، أحط في الودن اليمين باكو وفي الودن الشمال باكو، ويوم ما أكون مزنوق شوية في الفلوس أسلت من المراتب وأحط في وداني، لدرجة يا حضرات الأفاضل ما فضيت المراتب وبننام دلوقتي على الملة. أنا عارف إنها بتحبني قوي، ما بقولش حاجة، وبتخاف عليا قوي، بس حبها ده مش بعقل، حبها جاب لي صداع بس، جاب لي أنيميا في مفاصل مخي. هي مهذبة أي نعم، جميلة أي نعم، كل حاجة أي نعم، بس لسانها يا حضرات الأفاضل هو اللي أي من غير نعم. لسه أقربها امبارح راجع من الشغل في أمان الله، خبطت على الباب فتحت لي، ولسه داخل برجلي اليمين ودي راحت مقابلاني. انت جيت يا محمود؟ شفتوا؟ أنا لسه كمان ما دخلتش برجلي الشمال. الصبر يا رب. بقول جيت يا محمود. أيوة جيت امتى؟ دلوقتي يا أختي. من المصلحة يا محمود؟ طبعا يا ستي من المصلحة. راكب ولا ماشي يا محمود؟ لا ماشي. طيب مش هتقلع يا محمود؟ هقلع. وهتلبس ايه يا محمود؟ امال هقعد كده؟ طبعا هلبس طبعا هلبس. طيب طب ما تزعلش، سؤال في حاجة تزعل؟ هتلبس ايه يا محمود؟ محدش معاه شاكوش يسلفوا لي 5 دقايق. مش هتلبس يا محمود؟ هلبس يا ستي، هلبس البيجامة يا محمود؟ امال هلبس الملاية، هلبس المايوه، البيجامة طبعا البيجامة. طيب يا حبيبي بس ما تزعلش نفسك كده. لا يا ستي مش زعلان، ربنا ما يجيب زعل، بس سيبيني والنبي 5 دقايق بس عبال ما استريح. طيب استريح يا اخوي. طيب مش هتاكل يا محمود؟ يا نهار اسود ومنيل. هاكل
امتى يا محمود؟ دلوقتي. هتاكل ايه يا محمود؟ يا ناس، انا في عرضكم شاكوش ولا مرزبه ولا حاجه تكون جامده بس. تاكل ايه يا محمود؟ اي حاجه ان شاء الله يكون عيش حاف هاكله. اللي على كيفك يا حبيبي. اطبخ لك ايه يا محمود؟ نهار اسود، لو انت لسه ما طبختيش. لا يا حبيبي، مستنيه لما تيجي اسالك. طب ما تطبخيش بقى. ليه ما اطبخش يا محمود؟ عشان انا صايم. ليه؟ النهارده ايه يا محمود؟ شم النسيم. كل سنه وانت طيب يا اخويا. اوف. مالك يا محمود؟ ماليش يا ستي. الله، امال وشك اصفر ليه يا محمود؟ يا ستي هو كده طبيعي، دي حاجه بالوراثه في عيلتنا. طيب يا حبيبي، امال ايدك ساعه ليه يا حبيبي؟ شارب كازوزه. يعني كويس يا محمود؟ نحمده على اللي يجيبه ربنا. شد حيلك يا حبيبي. شد على الله يا اختي. نسيت اسالك يا محمود. نعم. امبارح شفتك خاسس شويه، ليه يا محمود خاسس؟ يا ستي انا لا خاسس ولا حاجه، اعوذ بالله. ايه ده يا ساتر يا هو، ايه ده؟ مالك يا محمود؟ حد مزعلك؟ يا ستي مش زعلان. يعني مبسوط يا محمود؟ ايوه مبسوط اهو. استريحتي يا اختي؟ استريحت يا حبيبي الحمد لله. اوف، الصبر الصبر يا رب، الصبر. يعني مش زعلان مني يا حبيبي؟ يا عالم، حدش فيكم معاه خرزانه، حدش في جيبه طوبه، حدش معاه دبشه. زعلان مني يا محمود؟ يا ستي مش زعلان منك ولا حاجه. يعني بتحبني يا محمود؟ بحبك يا ستي، بحبك بحبك بحبك. وانا كمان بحبك يا محمود. مش انا بحبك يا محمود؟ يا دماغي يا انا. ايوه يا ستي بتحبيني. يعني شاعر بحب يا محمود؟ شاعر يا ستي. يعني حاسس بحب يا محمود؟ حاسس يا ستي. حاسس بيه يا محمود؟ يا ناس، انا في عرضكم. الرحمه الرحمه يا ناس، الرحمه. مالك يا حبيبي؟ حاسس بايه؟ حاسس ان انا هفرقع، هنفجر. ليه زعلان مني يا حبيبي؟ مش زعلان يا ستي. الله، امال وشك ماله احمر ليه يا محمود؟ يا نهار اسود، ما كان اصفر دلوقتي. انت عيان يا محمود؟ اجيب لك دكتور؟ اجيب لك الاسعاف؟ لا، هاتي لي بوليس النجده. تبقى زعلان يا محمود. قول لي يا حبيبي اعمل لك ايه؟ اعملي معروف، ابعدي عني، اعملي لي قهوه يلا. حاضر يا حبيبي. ساده ولا بسكر؟ لا ساده، ساده خالص. ما تخليها بسكر يا حبيبي. طب خليها بسكر، بسكر. امال طلبتها ساده ليه يا حبيبي؟ انا خلاص بقى، ابعدي عني، ابعدي عني بقى، ابعدي عني، يلا يلا. حاضر يا حبيبي. نهار اسود، دماغي يا ناس، دماغي. ايه دي يا ساتر؟ تكلم نفسك يا محمود. اديني يا استاذ العصايه اللي معاك دي، اديني مسطره، اديني لبيسه. مالك يا حبيبي؟ انا خارج مش قاعد، اديني مكنه الحلاقه، يلا اديني مكنه الحلاقه ليه يلا. يا محمود مكانة الحلاقه؟ يا ستي هطلب مكنه الحلاقه ليه؟ هخرط بيها ملوخيه. وتحلق دقنك ليه يا حبيبي؟ نهار منيل، عشان نازل ورايا مشوار. النهارده حبيبي؟ لا بعد بكره. تروح وترجع بالسلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا ستي. فين هي بقى، فين؟ ايه هي يا حبيبي؟ علبة السجاير؟ لا يا ستي. علبة الورنيش؟ لا يا ستي. علبة البودرة؟ يا ستي لا لا لا. علبة السم؟ لا لا لا. علبة الكحل؟ يا ستي مكنة الحلاقة، الحلاقة 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 اللي بيحلقها، اللي بيحلقوها. دماغي راحت، دماغي وقعت. دور عليها في جيبك يا حبيبي. هي ايه دي؟ دماغك يا حبيبي. ابعدي عني بقى، ابعدي عني، يلا يلا امشي، ابعدي عني. حاضر يا حبيبي. كويس كده يا محمود؟ خلاص بقى. ابعد كمان حبه يا محمود. يا نهار اسود، وهي دي فيها سؤال؟ يا حبيبي مالك بس؟ انا خلاص. هو فين؟ هو راح فين؟ فين؟ الحلاقه يا حبيبي؟ لا، الموس، السكينه، الساطور، المسدس بتاعي فين؟ هتحلق بالمسدس يا محمود؟ لا هقتلك، هستريح منك. راح فين؟ فين هو؟ ليه بس يا حبيبي؟ خلاص بقى خدي، ها، طخ طخ. كده موتني يا محمود. وفرغت فيها المسدس من غلبي، من غيظي يا حضرات الافاضل، لحد ما وقعت قدامي. قلت بس يا واد، ارتحت من قلبة المخ. خلاص يا واد، هتعيش في سكون وهدوء.
خلاص يا واد هترتاح من السؤال والجواب ومن متى ولماذا وكيف ولوازا. وبقى متهيألي وهي مرمية قدامي إني انتصرت في موقعة سترامبولي وعنها، وقلت يا واد شيلها وارميها جوه في الأوضة وانفد بجلدك، ورفعتها على ايديا يا حضرات الأفاضل، ولسه طالع برجل اليمين يا حضرات الأفاضل، بصيت لقيتها راحت قايمالي بدماغها وقالت لي: محمود انا تقيلة عليك يا حبيبي. ستوب. هايل متهدد. جود مورنينج، صباح الخير. سيداتي انساتي سادتي، مفيش حاجه في الدنيا بتصعب عليا قد الستات. مساكين والله، مظلومين مع الرجاله، غلابه والله، والرجاله اغلب كمان. لكن الست بالذات تبقى قاعده في البيت في امان الله، ويوم جوزها ما يرجع من بره زعلان يبقى مش قابل يبص في وشها، ويقعد ينكد عليها ويتلكك لها على الكلمه ويقلب لها البيت زيطه وزنبليطه. ويوم ما يرجع البيت مبسوط يبقى متهيأ له مراته دي ملاك نازل له من السما، وعلى اي حاجه يقعد يضحك ويهيص، ويبقى ناقص له بس مزيكا ويرقص عليها. هنشوف دلوقتي الكلام ده في يوم عسل ويوم بصل. هنبتدي دلوقتي بيوم بصل. الاستاذ دلوقتي راجع من شغله، مخصوم له يومين، والست قاعده في البيت وهو داخل عليها، فؤاد المهندس وخيريه احمد. نجية ايه مالك يا محسن؟ مالي يعني ايه يا ست هانم؟ انت مش عارفه اني برجع من الشغل دلوقتي؟ ولما انت عارفه ما تستنينيش على الباب ليه؟ تخليني ازعق وهوهو وانبح حسي زي الكلب القرمنطي ليه؟ الراجل يا ست هانم ساعة ما يخش البيت لازم مراته تقف له زنهار، لازم تقابله بكل خشوع واحترام. كنت واقفة قدام الأكل في المطبخ. يعني الأكل أحسن مني يا ست هانم؟ تقفي للأكل ولا تقفي ليش؟ خلاص ماليش اعتبار، مفيش احترام، مفيش حياة، مفيش تربية. يخص عليكي اخص. يعني أسيب الأكل يا محسن؟ أيوة تسيبيه. الست أول ما تعرف إن جوزها هل على البيت بطلعته البهية تقوم تقف له لحد ما يقلع ويلبس وياكل ويحط دماغه على المخدة وتغطيه وتطبطب عليه لحد ما ينام. فاهمة؟ أظن مفهوم ده. أنت بس جاي زعلان من بره ليه؟ ده مش شغلك. زعلان أتفلق أخبط دماغي في الحيط أقف زرع بصل، ده مش شغلك يا ستانة. يعني غلطت اللي بسألك زعلان ليه؟ وانت ليه تسأليني يا ست هانم؟ عشان ايه؟ مش عيب؟ في ست تسأل جوزها زعلان ليه؟ اللي حيا. طب معلش يا سيدي حقك علي. خلاص مش عايز كتر كلام، مفيش أدب. فين الأكل؟ أهو خلاص قرب يستوي. وما استواش لحد دلوقتي ليه؟ انت مش قلت هترجع الساعة 3؟ أنا قلت 3:30. يوه طيب يبقى لسه بدري على 3:30. انتهينا خلاص. الراجل استهانم لما يقول هيتغدى 3:30 يعني معناها أي حاجة ونص. واحدة ونص، 9:30، 7:30، على كيفه. المهم الأكل يقول جاهز قبلها بجمعة. مفهوم يا استهانم؟ حاضر. أهو زمان واستوى، أروح أجيبهولك بسرعة من فضلك. عايز الأكل هنا مسافة غمضة عين. هقول 1 2 3 ألاقي الأكل قدامي. حاضر. أدي 1، أدي 2، أدي. اتفضل الأكل أهو. أنا يا ست هانم لسه ما قلتش 3. لازم يبقى في نظام. لسه ما قلتش 3. اتفضلي رجعي الأكل تاني. حاضر. أدي 1 2 4 5 6. الله، الأكل ما جاش ليه؟ ما أنت ما قلتش 3. ما دام قلت 4 يعني كان قبلها 3. مفيش مخ، مفيش تمييز.
3. اتفضل. اللي اتحيا ستات ما عندهاش مخ ولا عقل ولا مفهومية ولا نظام ولا حاجة ولا محتاجة ولا حاجة. تمام. سكتي الزفت ده لحسن وديني او اكل بسناني. حاضر. رايحة فين يا استهانم؟ هغطي الحلة. لو انت حاطة الواد في الحلة؟ وهو في عيال بتتحط في الحلة؟ انتهينا خلاص. عيشة زفت. واللحمة دي مالها كده؟ استوت مني بس زيادة. وتسويها زيادة ليه؟ ما تعرفيش تسوي لحمة؟ ما كنتوش بتاكلوها في بيتكم؟ حد ياكل اللحمة مستوية يا عالم؟ ما انا يا محسن مش عارفة اعمل حاجة بابنك، طول النهار شايلاه. قلت لك هات لنا خدامة. قلت لك 100 مرة يا استهانم انا ما اقدرش اجيب خدامة. انا راجل على قد حالي، ما اقدرش اجيب خدامة وانا مهيتي 50 جنيه بس. حاضر على كيفك يا سيدي، بلاش خدام. مفيش اكل تاني غير ده؟ قدامك ملوخية وبطاطس وبامية ولحمة ورز ومكرونة وفراخ. بقى ده اكل يا عالم؟ راجل يرجع من شغله يلاقي قدامه بس 7 أصناف. بقى دي عيشة؟ قلت لك سكتي الواد ده لحسن هيطير نافوخي. اصله مسكين يا محسن، تعبان وبيسنن. بيسنن؟ وما يسننش قبل ما اجي ليه؟ ده وقت تسنين يا ناس. وانا مالي بس يا محسن؟ ما هو كله منك. عيل عنده 6 أشهر عايز سنان ليه؟ دي تربية؟ دي اخلاق؟ دي ستات بيوت يا عالم؟ ده اللي حصل ده كان في يوم بصل، يوم عسل بقى. يوم ما الاستاذ يكون راجع من شغله واخد له علاوه، والست برضه قاعده في البيت والاستاذ داخل عليها. نجية يا نجية نجنوجة. ايوه انا جايه يا محسن، انا جايه اهو. زعقيش لحسن الواد يصحى. هو فين النونو؟ نايم بقاله ساعه. يختي عليها وعلى بطتها. وازاي النهارده يا كوكو؟ تعبان شويه عشان بيسنن. والنبي الف مبروك. يا حلاوته يا كتموته. اروح اجيب لك الغدا يا محسن؟ الغدا؟ وتتعبي نفسك انت ليه بس يا حبيبتي؟ مش كنت تخليك انت بالواد لحد ما اجي انا اطبخ؟ معلش يا محسن، اصلك بتبقى شقيان وتعبان. انا ساعه ما بشوفك يا حبيبتي ببقى زي الحصان. انا هروح اجيب لك الغدا حالا. على اقل من مهلك يا حبيبتي. ايه مسكينه، ربنا يكون في عونها. يا سلام، ست تتحط على الجرح يبرد. اتفضل الاكل يا محسن. تسلم ايدك يا كتموتو. عملت لك النهارده ملوخيه ورز وسلطه. وليه ده كله بس يا حبيبتي؟ ما كان كفايه السلطه. يا سلام ملوخيه زي الشربات والنبي. اللحمه بس شطت مني شويه يا محسن. هو في ألذ من اللحمه الشيطه يا نونو؟ والنبي حياة ابوكي تعمل لنا كل يوم حله لحمه شيطه. الله على الرز. انت حاطه فيه ايه؟ بندق يا نوجه؟ ليه يا محسن؟ اصله بيقرقش شويه. لا ده بس ملحقش يستوي بيقرقش. الله على الرز المقرمش. ابقي خلينا والنبي شويه نقعد نقزقزهم بالليل. اصل الواد يا محسن لخمني طول النهار، مش عارفه اعمل منه حاجه ابدا. يجيب لك طباخ يا روح. انا ليا اعز منك يا جوجو. بكره يكون عندك طباخه وسفراجي وخدامه وداده وشماشرجي يا روح. انا ما كنتش عايزه اقول لك علشان مهيتك على قدك. استلف عشان خاطرك يا حبيبتي. يا سلام، ده انا من غيرك ما اسواش بصله والله. عقل وادب وجمال وطباخه ممتازه، عامله لي ملوخيه وسلطه ولحمه شيطه ورز مقرمش
يا سلام، ده انا في منتهى السعاده والله. يا اختي عليه وعلى قطايفه يا روحي. يوم عسل ويوم بصل اللي سمعتوها دي تأليف الأستاذ عبد المنعم مدبولي. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده. جود مورنينج، صباح الخير. موعدكم الآن مع الزوجة الصاروخية زوجة الأستاذ محمود. فؤاد المهندس وخيرية أحمد في محمود تأليف عبد المنعم مدبولي. بقى أنا يا حضرات الأفاضل متعود دايما بين كل يوم والتاني أحكي لكم على اللي بيحصل لي، لكن اللي حصل من يومين يا حضرات الأفاضل من الست المصونة والجوهرة المكنونة مراتي ما يتحكيش لا العدو ولا الحبيب. بقى أنا من عادتي يا حضرات الأفاضل، وربنا ما يقطع لكم ولا يقطع لي عادة، في أيام الحر أحب أنام وشباك في أوضتي مفتوح، ودي عادة خدتها من جدودي لأنها ترطب النار اللي في جتتي وتريح أعصابي التعبانة. في تلك الليلة بقى يا حضرات الأفاضل وأنا نايم زي عباد الله 24 قيراط، إلا واصحى على اللي بتزغدني في نافوخي وتقول لي محمود. 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 ايه في ايه؟ قوم اصحى محمود. الله، وتصحيني ليه بس دلوقتي يا ستي؟ ما تسيبيني متخمد. حرامي في الشقة حبيبي. ايه؟ حرامي في الشقة؟ من امتى؟ بقاله يجي ساعة يا حبيبي. يا خبر اسود، ساعة؟ وما صحيتنيش ليه من اول ما جه؟ عبال ما عرفت انه حرام يا محمود. يا سلام، وعرفتي امتى انه حرامي يا اختي؟ لما لم الهدوم في الملاية وركنها ودخل على المطبخ يا محمود. وجاب الملاية دي منين يا ست؟ شدها من تحتينا حبيبي. يا حلاوتك، يا حلاوتك، يا نباهتك. ده ايه النباهة دي كلها؟ انت وارثة النباهة دي من مين؟ من امي يا محمود. ونعم الامهات يا ستي. بقى تسيبيه لما دخل الشقة وقعد يلم في هدومنا وشد الملاية من تحتينا وصرهم وعملهم بؤجة وركنهم على جنب ودخل المطبخ يقشقشه راخر، وبعدين تصحيني وتقولي لي حرامي يا حبيبي؟ فما عرفتيش انه حرامي الا بعد ده كله؟ ايوه حبيبي. يا اخي جاتك قوى، قولي امين. امين يا حبيبي. وما شافكيش الحرامي ده وهو بيلم الهدوم؟ شافني يا محمود. وسابك ليه؟ ما خدكيش مع الهدوم بالمرة ليه؟ كان يعملها بجميلة ويريحني. انت متضايق مني يا حبيبي؟ لا لا، ايه؟ ازاي؟ حد يتضايق منك انت؟ قال انا متضايق منها والنبي؟ لا، قال دي تضايق؟ دي تضايق حد يا حضرات؟ حد يتجوز واحدة زي دي ويبقى متضايق؟ ده انا في منتهى السعادة، ده انا سعيد سعيد سعيد. وانا سعيدة يا محمود. سعيدة مبارك يا اختي. ما تتفضلي قهوة. بالهنا والشفا يا حبيبي. ها وبعدين يا كتكوتة يا نصحة يا كتبوتو، اخش على الحرامي دلوقتي ازاي؟ اجري يا اختي هاتيلي سكينة اجري يلا. هتعمل ايه بالسكينة يا محمود؟ يعني بطلب سكينة اعمل بيها ايه؟ اركب نص نعل لجزمتي؟ هاتي سكينة وخلاص. يعني لازم تسألي ليه؟ هتقشر بصل يا محمود؟ يا نهار اسود ومهبب، بقى بطلب سكينة في نص الليل عشان اقشر بصل؟ امال هتحلق دانك يا حبيبي؟ احلق دقني؟ انا بطلب السكينة عشان احلق دقني؟ امال شنبك يا محمود؟ شنبي ايه يا ستي وزفتي ايه يا ولية انتي؟ انا بحلق دقني ولا شنبي بالسكينة؟
امال بالشوكة يا حبيبي؟ يا اخي الهي تنشك في صباع رجلك يا مراتي يا بنت اللي انت بنتها. حد في الدنيا بيحلق دقنه بالشوكة؟ بالشوكة. امال بالمخرطة يا محمود؟ الهي يخرطوك يا شيخ ويريحوني منك. طب وديني وايماني ورحمة امي وابويا وتربة مرات خالي، ان ما جبت السكينة من سكات لاروح انا جايبها بايدي. طب روح هاتها يا حبيبي. هي فين؟ في المطبخ يا محمود. في المطبخ؟ وقاعدة توجعي قلبي ساعة دلوقتي والاخر تقولي لي في المطبخ؟ طب لاجل العند مش داخل المطبخ. بس على كيفك يا حبيبي. ايه اللي كيفي وكيفك؟ هي قهوة. بلاش السكينة يا ستي يلا. امال اجيب لك ايه يا محمود؟ تجيبي لي؟ ما انت جايبالي اهو. هتجيبي لي اكتر من كده ايه؟ جايبالك ايه يا حبيبي؟ جايبالي وجع القلب، جايبالي الرعب في المطبخ. انا اجيب لك ايه؟ هاتي لي عصايه ولا خرزانه ولا اي حاجه يلا. عاوز خرزانه يا محمود؟ ايوه يا ستي خرزانه. عارفه خرزانه ولا رخرة عايزه مذكره تفسيريه؟ وهتعمل ايه بالخرزانه يا حبيبي؟ يا بجم يا صنم يا غنم، بطلي الاسئله دي بقى، طلعتي روحي. الهي يطلع لك عفريت يلبش جتتك يا شيخه. يعني عايز الخرزانه ليه؟ ارقص له بيها 10 بلدي؟ امال ليه بس يا محمود؟ عشان اخش بيها على الحرامي وارنه علقه. هو الحرامي بيرن يا حبيبي؟ يا ناس انا هطلع من هدومي يا عالم، هطلع من هدومي. يا ست هانم يا حجر يا بقر، انا لما هضربه بالخرزانه يبقى مجازا اسمي برنه علقه. يبقى اسمي ايه؟ يبقى اسمك محمود يا حبيبي. يا ستي انا بتكلم على الحرامي. وانا شرفني اسمه محمود. ما انا عارف يا ستي، انا قصدي لما هخش على الحرامي واضربه بالخرزانه يبقى في الحاله دي اسمي حارنه. حارنه. طب ولما يطلع براني يا حبيبي؟ هو ايه ده اللي براني يا وليه؟ انت فاكره الحرامي ده ايه؟ امه 5؟ امه 10؟ امال هو امه ايه يا محمود؟ امه ايه؟ امه حنفي. ام حنفي دي خالتي يا حبيبي. مالي انا ومال خالتك وخالتي؟ احنا بنبحث دلوقتي في شجره العيله، هنقعد بقى نرغي ونلت ونعجن ونسيب الحرامي جوه؟ طب ما تقوم تخش له يا محمود. اخش له كده وانا اعزل من غير سلاح؟ شوفي لي سلاح وانا اخش له بيه. ليه؟ انت رايح تحارب يا حبيبي؟ احارب ايه يا ست انت؟ يا ستي انا داخل الحرامي عايز سلاح. السلاح جاب لك دبابه يا محمود؟ يا خبر اسود ومنيل على دماغي. الصبر يا رب، الصبر. خلاص ما بقاش عندي صبر. قولي لي بس اجيب الصبر منين؟ من عند العطار يا محمود. يا ناس انا في عرضكم دماغي هتتفلق نصين. اقول لك مش عايز سكينه، مش عايز خرزانه، مش عايز دبابه، مش عايز صبر، مش عايز حاجه ابدا. انا حنام. انت هتنام يا محمود؟ ده الحرامي في المطبخ يا حبيبي. زي بعضه في المطبخ. طب يمكن يجي لنا هنا يا محمود. نبقى نروح احنا المطبخ. مش هيجي لي نوم يا حبيبي. ان شاء الله ما جالك، هيجي لي انا. وعنها يا حضرات الافاضل قلت يا واد بقى مفيش فايده، جمد قلبك بقى وخش له كده حاف. فرحت لامم شجاعة اللي بعترضها مراتي ورحت هاجم على المطبخ بكل جسارة ادور على الحرامي
لقيته لم اللي في المطبخ كله وقلع. خرجت من المطبخ وعينيا بتقضح شرار. بصيت لها وقلت لها هي ازاي الحال؟ كويس كده؟ اهو الحرامي سهانه وانت عماله تلتي وتعجني، وراح منفض المطبخ راخر وهرب باللي فيه. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نستنى غيره حبيبي. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده. جود مورنينج، صباح الخير. أيها السادة، مين فينا جرب الحياة وما جربش فيها الحب؟ مفيش حياة من غير حب. ومين فينا جرب الحياة وما جربش الغيرة؟ مفيش حب من غير غيرة. وفي موضوع الغيرة دي جات لنا رسائل كتير قوي، وأظن أحسن رد ممكن نقدمه لهم دلوقتي اللي هو الرد اللي هيقدمه لنا فؤاد المهندس مع خيرية أحمد وعبد المنعم مدبولي. حضرات السادة، الجمال في الستات نعمة، لكن بالنسبة للزوج الحمش الغيور الراجعي اللي زيي يعتبر مصيبة متلتلة. لأن الزوجة الحلوة يا حضرات الأفاضل ما تمشيش في السكة مع جوزها إلا لما تتسبب له في 20-30 خناقة. يعني الفسحة تبتدي مثلا في جنينة الأسماك تنتهي في القسم. وأنا يا حضرات زي ما قلت لكم غيور جدا، حامي زي الفلفل، رجعي زي جد اللي خلفوني. ويا ويله يا ويله وظلام ليله اللي يبص لمراتي وهي ماشيه معايا في السكه، كنت اذبحه، اقطعه، امزعه، اشرحه، اعمله بسطرمه واحطه في سندوتش واكله. اقربها امبارح يا حضرات، خرجت انا والست بتاعتي وقعدت اتمشى معاها في الشارع رايحين جايين علشان اشوف مين بس مستغني عن عمره، مين اللي يتجرأ ويبص لها بصه علشان افش فيه غلي وانزل فيه ضرب لما اعدمه. فضلنا على الحال ده يا حضرات يجي ساعتين لما رجليا وجعتني ان حد يبص لها ابدا. استغربت جدا طبعا، قلت في عقل بالي تكونش يا واد مغشوش في مراتك وفاكرها حلوه. اخر ما زهقت بقى وانا ايديا بتاكلني ومش لاقي حد قليل الادب اضربه، بصيت لقيت واحد خردواتي في الشارع واقف في المحل بتاعه ملمع شعره قوي وعامل لي نفسه كده واد فتوه. قلت الواد ده عايز ينضرب. رحت جارر مراتي من ايدها وداخل بيها على المحل وانا دمي بيغلي، وقلت لها زوزو اشتري لك حاجه من هنا. ميرسي، مش لازمني حاجه. اقول لكم الحق، الفار بدأ يلعب في عبي. رحت جازز على اسناني وقلت لها مش ممكن يا زوزو، لازم تشتري حاجه من هنا. ليه بس؟ علشان ايدي بتاكلني. متهيألي ان الواد الخردواتي ده عايز يبصلك. وبعدين معاك يا فؤاد، انت برضو عايز تتخانق زي عوايدك يا اخي؟ لا، ما انا ما اقدرش اسكت وانا شايف واد هلفوت زي ده عايز يقل حياه ويبصلك. يا راجل يا راجل حرام عليك، هو رفع عينيه من الارض؟ انا عارف الصنف ده كويس يا زوزو، تلاقيه بيبصلك في سره. يا فؤاد يا فؤاد يا حبيبي، خلينا نروح مرة من غير خناق. يستحيل يا زوزو، أنا راجل غيور ولا بد أن أدافع عن كرامتي. يلا اسمعي الكلام وخش اشتري منه، ولا يعني عايزاني أضربه من غير سبب؟ اهلا 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 اهلا، طلباتك يا هانم. جالك كلامي؟ شايفة قلة الأدب؟ ليه بس يا بيه؟ هو عمل ايه يا فؤاد؟ أول ما دخلنا عليه قال لك طلباتك يا هانم. طب وفيها ايه يا فندم؟ فيها ايه؟ انت عارف وانا عارف. اشمعنى ما قلتش طلباتك يا بيه؟
متاسف يا فندم، اصل المفروض ان الستات اولا، الاتيكيت بيقول كده. لا يا شيخ، الاتيكيت ولا حاجه تانية؟ جرى يا فؤاد؟ مدهش والله. شوف طلبات الست. حاضر. طلباتك ايه يا هانم؟ بكام جوز الشراب النايلون ده؟ بصي ده يا هانم. بص لتحت لتحت، بص لتحت وانت بتكلمها يا فندم. بص لتحت. حاضر. الشراب ده يا هانم ب70 قرش. ياه، 70 قرش ده غالي قوي يا هانم، ده صنف ممتاز. لتحت لتحت يا استاذ. لتحت. حاضر. وعلى كل حال يا ست هانم، عشان خاطرك ب50 قرش. نعم، عشان خاطرها. وعشان خاطرها ليه بقى يا فندم؟ عشان تبقى زبونة المحل. آي، هنا مربط الفرس. تعالى. نعم. تعالى. نعم. تعالى. نعم. وعايزها تبقى زبونة المحل ليه بقى؟ ليه تبقى زبونة المحل؟ طبعا عشان تشوفها باستمرار، مش كده؟ يا استاذ ما اقصدش كده، انا قصدي شريف. لا يا شيخ، فاكرني كروديا يا حضرة؟ بقى لو كان قصدك شريف كنت تلمع شعرك كده وتسبسبه. يا استاذ عيب ملوش داعي، فهمي جوزك يا ست هانم. ما تبصلهاش لتحت لتحت. يا فندم انا بكلمها بأدب. بص للناحية التانية من فضلك وانت بتكلمها، احسن ادب صوابعي في عينيك. يا فؤاد، هو راجل قال حاجة؟ ده مؤدب خالص اهو. اسكت انت ما تعرفيش الصنف ده بيتظاهر بانه مؤدب يا ست هانم، ده غش، دي دحلبة. وبعدين لازم اضربك. ليه بس يا بيه؟ ده انا في حالي وغلبان. في حالك وغلبان تبقى في عز الطلب. ليه بس يا بيه؟ عشان تاني مرة تحرموا تبصوا للستات يا بجحين، وخصوصا اذا كانوا حلوين. يا فندم انا ما بصيتلهاش. ده انا مودي وشي الناحية التانية من ساعة ما دخلت. يعني ايه؟ قصدك تقول عليها وحشة يا قليل الحياة؟ يا فندم العفو، دي في منتهى الجمال. بس اديك وقعت بلسانك، يعني بالعربي بصت لها وعرفت انها في منتهى الجمال. ناوليني السكينه يا زوزو. سكينة ايه بس يا فؤاد؟ بس ناوليني السكينه اوام قبل ما يرجع في كلامه. هاتي يا فؤاد اقصر الشر بقى وخلينا نروح. على ايه بس يا بيه؟ احنا مش قدك. ما هو عشان كده لازم اضربك. يعني حضرتك مصمم؟ مفيش فايده. طب امشي بقى من هنا احسن والله ياخدك قلمين ما تحطش منطق. يا خبر احوس. انت تضربني انا قلمين؟ عايز تشوف؟ ده حصلت لحد كده؟ طب والله العظيم 3 ليه؟ لازم احبس مراتي من هنا ورايح. هايل يا باشمهندس، هايل. اقفل على كده. ايها الساده، فؤاد المهندس مع زوجة الاحلام خيرية احمد. الزوجة العادية زي ما حضراتكم عارفين، وخصوصا زي ما حضراتكن عارفات، ملهاش صنعة مع جوزها غير كلمة هات هات هات. فيش خد ابدا، الا طبعا اذا كانت خد في اسنانك، خد في وشك. من حبهم في كلمة هات يتفننوا في نطقها بمختلف الطرق، ساعات عادية هات، ساعات بشوية دلع هات، ساعات دلع اكتر ده بقى غير الستات اللي يلحنوها. واحدة تقولها مثلا سيكا هات، واحدة تقولها نهوان هيت. ده غير بقى الستات اللي تقولها اوبرا هات. اما الزوجة اللي ما تحبش هات وتحب خد، فدي ما تلاقيهاش ابدا الا في دنيا الاحلام. لما اجي افتح المحفظة
وعد فلوسي اتخض ووشي يصفر ويحمر. انده هقول يا سوسو يا سوسو. ايه يا فؤاد، في حاجه؟ انا بصراحه شاكك فيك الايام دي. يا خبر، ازاي؟ متهيألي زي ما تكون ايدك بتتمد لجيبي كده وتلعب في المحفظه. انا لا ابدا. اذا ما كانش كده يبقى ازاي كل ما افتح المحفظه الاقي فلوسي بتزيد؟ امبارح راجع معايا نص ريال، بفتح المحفظه لقيت فيها 50 قرش. 50 قرش مره واحده؟ غير النص ريال. عايز اعرف مين اللي بيحط الفلوس دي في جيبي. وانا تعرفني يا فؤاد، يمكن حرامي. حرامي يحط في جيبي نص جنيه؟ ده كلام يدخل مخك يا سوسو؟ طب وفيها ايه يا فؤاد؟ لقيتك مفلس، انا محوشه قرشين اديتك 50 قرش، عيب يعني؟ المساله يا ستي مش مساله عيب، بس يعني لما لقيتي في جيبي نص ريال كنت حطي عليه جنيه، كنت حطي 2 لغايه 5 جنيه، ما اسموش عيب. والنبي انا كنت عاوز اعمل كده، خفت لا تزعل. ازعل؟ ايه اللي ازعل دي؟ طب ما ازعل ولا انفلت؟ هي الاماره وصلت بيا للدرجه دي كمان؟ انا فاكره مره حطيت 3 جنيه مش 5، خصمتني يوم بحاله. لا لازم كنت بتنرفز ولا حاجه، واحد لما بيكون زعلان بيغلط يا حبيبتي. على كل حال ادي كيس الفلوس اهو، خد افتحه واكبس زي ما انت عاوز. لا اكبس زي ما انا عايز ازاي؟ لا هو انا تلم؟ هو انا من الرجاله اللي بتستغل الستات؟ قلت 5 يعني 5. ادي جنيه 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كلمتي واحده. 5 يعني 10. عرفتي بحبك قد ايه يا كوتو؟ بتحبني؟ طب وايه يعني 10 جنيه؟ لو كنت بتحبني صحيح كنت خدت لك قد 20. لا 20 لا. يا اخي ده بعدك. ال20 ايوه قولي 15. يعني موافق تاخد 15؟ اعمل ايه بقى؟ ازعلك علشان 5 جنيه؟ انا باي طريقه عايز اثبت لك قد ايه انا بحبك. طب بلاش 20 و15، نقسم البلد نصين، خد 18. يا سلام يا سوسو، انت طماعه بشكل. طب والنبي انت واخد 18. ما تتعبيش نفسك. وعشان خاطر؟ مفيش فايده. عشان خاطري انا؟ مفيش فايده بالمره. طب بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر ماما. يا سلام، ما كنتيش بس تحلفيني بالغاليه. هات ال 18. خد يا حبيبي. هاتي. امر لله. عرفتي بقى قد ايه انا بحبك؟ ابدا، لا عرفت ولا حاجه. لا حول الله يا رب. الست دي واحد بس يقنعها بحبه ازاي؟ لو كنت بتحبني زي ما بتقول ما كنتش تحكم رايك وتعال تاخد 18 وتكسبني على 2 جنيه. اكسبك؟ انت حاسه ان انا كسبتك؟ طبعا يا اخي معاش اللي يكسبك. انا اكسبك عشان 2 جنيه؟ طب والله ما انا واخد اقل من 5. 2 عشان كسبتك و3 فوقهم عشان احرم بس. خد يا حبيبي اهو، دلوقتي عرفت انك بتحبني صحيح. لا حول الله. نفسي يا سوسو تبطلي الافكار الغريبه دي. وانا برفض فلوسك ليه؟ مش عشان بوفرهم لك. اذا كنت هتقيسي حبي بالفلوس اللي اخدها منك فبشرفي لو طوعت حبي ليكي هخرب بيتك. جود مورنينج، صباح الخير. حوالي 10-20 يوم جالي كده شوية سخونية على شوية برد على شوية زكام على شوية حاجات تانية مش فاكرها اسمها ايه بالظبط. وفجأة يا حضرات الأفاضل من غير مقدمات ولا إنذارات ولا استئذانات ارتفعت درجة حرارتي كده على طول لحد ما وصلت لحاجة كده وشرطتين. أنا شفت حالتي كده بصراحة جريت بسرعة على التليفون وطلبت دكتور يجيب معاه دكتور ويجوا في الحال. وعلى طول رقدت على السرير واتكلفت كويس عشان أعرق. مفيش 2-3 يا حضرات الأفاضل وفجأة دخل عليا القضل مستعجل. مراتي هي شافتني متكلفت بالشكل ده راحت خبطة بإيدها على صدرها وقالت لي: محمود. نعم.
مالك مكلفت كده زي القتيل يا حبيبي؟ عيان يا ستي مش قتيل، عيان. بعد الشر عليك يا حبيبي. تسلمي يا اختي. وحاسس بيه يا محمود؟ وبعدين بقى عيان، جسمي مكسر، جتتي بتتنفض، شعري بيطقطق، سناني بتتكتك، واخيرا حط عن البطانيه عليا وسيبيني ربنا يكفيكي شر العيا. وسنانك بتتكتك ازاي يا حبيبي؟ بتتكتك مش عارفه السنان بتتكتك ازاي؟ كده اهو، تك 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 تك. طب ما تقوم تخلعهم يا محمود. يا اخي انخلعت رقبتك من كتافك. سيبيني بقى، عيان عيان. طيب يا حبيبي، اعمل لك شاي يا محمود؟ لا يا ستي كتر الف خيرك. طب اعمل لك شيح يا محمود؟ لا يا ستي. طب اعمل لك بليله يا محمود؟ لا يا ستي لا، هو انا قلت لك جعان؟ طب اعمل لك حقن يا محمود؟ اسود يا عالم، انا في عرض خبر السواحل، انا في عرضك. سيبيني عيان، انا عيان، انا عيان والنبي عيان. الله، طب بتعيط ليه يا محمود؟ منك. هو انا بوجعك يا محمود؟ يا نهار اسود ومنيل ومهبب عليا وعليكي. يا وليه سيبيني بقى، انا بقول لك عيان عيان. يابا تعالالي يابا. هو ابوك مش مات راخر يا محمود؟ عارف يا ستي عارف. طب اقوم اجيب لك بدال ابويا يا محمود؟ نهار اسود، اعمل بو ايه بس ابوكي ده؟ تحطه على الحته اللي بتوجعك يا حبيبي. اهلا دكتور، اتفضل يا دكتور. ايه خير ان شاء الله؟ حاسس بايه يا حبيبي؟ مكسر يا دكتور، مدغدغ يا دكتور، مدشدش يا دكتور، مقشقش يا دكتور. العب كده وريني اهو. ياه ده انت حالتك كرب قوي. طب والنبي عندي ايه يا دكتور؟ عندي ايه والنبي حياة ابوك؟ هي حاجه كده بين الحصبه والحصبه، يعني عايز راحه تامه، يعني لا تقف ولا تمشي ولا تنام ولا تقوم، يعني ما فيش اي حركه، سوائل كده على طول. والاهم ما تتكلمش ولا كلمه، يعني ما تفتحش بقك ابدا يا محمود يا حبيبي. سامعه بيقول ايه؟ ما تفتحش بقك ابدا. امال هتكلمني بايه يا محمود؟ بحواجبي. هكلمك بصوابعي، باي حاجه ما فيهاش بق. طيب يا حبيبي. ايوه يا دكتور. وداوم على العلاج ده قد 3 اشهر. ايوه. ولما تتحسن شويه تاخد نقاهه 8 اشهر. ليلتك سعيده. مع السلامه يا دكتور محمود. لا بأس عليك يا حبيبي. لا شوف اما اقول لك، الراجل لسه ما نزلش، ولا كلمه تطلع منك، ولا نفس، لا بأس ولا لا فأس ولا لا رقص ولا حاجه ابدا. سكوت كده لمده 3 اشهر، فاهمه؟ طيب يا حبيبي. محمود. نعم. ما تردش عليا يا حبيبي. حاضر. قولي بقى يا محمود، اعمل لك ايه يا حبيبي؟ يا محمود. 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 اعمل لك شوربة كشري يا محمود؟ اعمل لك ايه يا حبيبي؟ مش عايز، انا في عرض النبي، الحقوني يا ناس بالبوليس الحربي.
انت بتتكلم دلوقتي ولا بتشاور بصوابعك يا محمود؟ يا ناس اسمع ما اقول لك، شوف امشي من قدامي، مش